أو اليهود والنصارى سيرضون عنك إن تخليت عن بعض شعائر دينك من أجلهم؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. عايز اليهود والنصارى يرضوا عنك رضا كامل، تنصر أو تهود. طيب، وهلأ المدعو عمر نور الدين وربه الصمد في ورطة. وقت أنت قلت اليهود والنصارى، النصارى بعينك يا صلعمي. أولا رح أجي معك. اليهود والنصارى لن يرضوا عنك، ما هيك الآية بتقول؟ ولن يرضى عنك اليهود والنصارى ما لم تدخل في ملتهم. طيب، السؤال هنا إلى ربك الجحش أو إلى المسطول السكران الذي كتب القرآن. هل اليهود يقبلون أحدا بدينهم لحتى يرضوا عنك؟ أوكي، أنا جيت معك، المسيحية ديانة تبشيرية، ممكن يقبلوك. اليهود بيقبلوك، بس لمجرد جيت بدك تصير يهودي بيقبلوك؟ الجواب قطعا لا. فعلى شو بدهم يرضوا عنك؟ أما الآية الصحيحة كان لازم تكون على الشكل التالي: ولن يرضى عنك المسلمون ما لم تدخل في ملتهم. وهذا الحكي معروف بكل قرآنك. طالما هناك إنسان مو مآمن بربك الصمد الحجر أو بنبيك المزعوم اللي هو شاذ، وهل توجد أنبياء شواذ، طالما هيدا الإنسان مش مآمن فيه فلن ترضوا عنه. وقلت العجن، الإمارات ما هي دولة مسلمة، الإمارات دولة عملوها الأمريكان والأوروبيين، وهن الصنف الأول، والمسلمين تبعك خدم بالصنف العاشر، باكستانيين ومصريين من أشكالك عم يشتغلوا لخدمة سيدهم الأبيض. هي الإمارات. تمام؟ أما عم تقول وقت أنتوا بتروحوا لبلاد المسيحيين أو غير بلدان بتحترمون، فأنت كذاب. بس ما راح أقول لك أكثر من أنك كذاب، لأنه دينك علمك الكذب في 3 حالات. ما في واحد صلعمي فيكن بيطلع وبيحترم الآخرين في بلادهم إلا إذا كان ملحد. هذا بس المسلم اللي بالهوية المجبور، المفروض عليه المجبور، هذا اللي بيحترم، هذا اللي عنده أخلاق واحترام. أما تجيب لي واحد مسلم عنده أخلاق؟ ما في مسلم عنده أخلاق، وأنت أوله.